عارفين انتوا بقى احنا في الجو ده محتاجين ايه؟ محتاجين كده حتة كيك مع كوباية شاي تدفينا في الشتاء اللي احنا فيه ده. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه، وكمان طلعت تحفة جدا. تابع معايا بقى الوصفة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الفولو واللايك والشير. اول حاجة حطينا كوبايتين ونص من الدقيق، نخلناهم طبعا مرتين كده. وبعد كده حطيت كيس من البيكنج باودر، وحطيت رشة من الملح، وهبتدي ان انا اقلب الكلام ده كله وهسيبه على جنب. معايا بقى الخلاط، هبتدي ان انا انزل كده بثلاث بيضات، ومعايا شويه من الخل. هضرب الكلام ده كله في الخلاط كده على السريع لحد ما اللون يتغير خالص، يعني ايه لونه يفتح شويه عن اللي هو فيه. حطيت كوبايه من السكر، لو حابه ان انت تضيفي سكر تاني مفيش مشكله، بس هي كوبايه بتبقى مظبوطه. حطيت نص زيت، حطيت نص سمنه او زبده على حسب ما انت عايزه. هضرب الكلام ده كله في الخلاط كده علشان السمنه بتاعتنا يعني تفك مع بعض. بعد كده بقى هبتدي ان انا وهو شغال الخلاط بتاعنا وهو شغال، هبتدي ان انا افتح عليه من فوق كده. هبتدي ان انا انزل بيه كوبايه العصير البرتقال ده. طبعا كوبايه العصير ديت لسه معموله فريش، يعني شايله منها البذر بس. نزلت عليها كده كلها في الخلاط وهو شغال، مش هقف. وبعد كده معايا معلقتين من قشر البرتقال، من غير القشر اللي هو الابيض، تمام، لانه بيمرر الكيكه بتاعتنا. جبت بقى الخليط اللي هو الجاف بتاعنا، وهبدا ان انا انزل بالمواد السائله اللي كانت في الخلاط. وهبتدي بقى ان انا اقلب الكلام ده كله على السريع كده لحد ما يكون القوام معايا زي ما انا عايزاه بالظبط. انا خلاص بقى نركنه على جنب. بعد كده بقى هنجيب الصينيه او البايركس اللي انت هتعملي فيه، طبعا زي ما انت ما عايزه. انا هنا دي الصينيه بتاعه مخصصه للكيك، يعني انا بعمل فيها. عايزه اقول لكم على حاجه، لو عايزين الطريقه اللي انا بغسل بيها الصواني بتاعه اي صينيه او اي حله عندك، قولولي من غير حتى ما تدعكي ولا دعكه. بعد كده حطيت زيت دهنتها، وبعد كده هعملها بالدقيق. تمام، اهو بالشكل ده علشان بس ما تلزقش مننا، لان احنا محتاجين ان احنا هنقلبها على الجنب التاني. وهنا خلاص كانت جاهزه معايا. هبتدي بقى ان انا انزل بقى بخليط الكيك بتاعنا. بصوا الخليط تحفه جدا، لا هو تقيل ولا هو خفيف، لا مظبوط، ده اللي احنا عايزينه بالظبط. هبتدي بقى ان انزل بقى ايه بكله كده مع بعضه، وبس كده. هبتدي بقى ان انا اساوي الكيك بتاعتي بالمعلقه كده، او سويها بقى زي ما تسويها. وبعد كده هتبداي ان انت تخبطيها خبطتين كده على الرخامه بتاعتك. ويستحسن لو في الارض، يعني لو في الارض اقعدي اعملي خبطتين 3 كده علشان تتساوى وتبقى مظبوطه وطالعه معاكي مظبوطه. وبعد كده بقى بمنديل هبتدي ان انا اشيل الزوايد، وهاخدها بقى على الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. هنا خلاص بعد نص ساعه بدات بقى ان انا طلعتها وسبتها بردت كمان شويه. وبالسكينه هبدا ان انا افك الاطراف بتاعتها كده، علشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهوله وما تغلبنيش. تمام. بس كده جبت بقى الطبق بتاعي، وهبتدي بقى ان انا ايه اقلب بالشكل ده. بصوا حتى ما خبطتش، يعني هي نزلت لوحدها، يعني كانت حلوه قوي. اكمننا بدرناها بالدقيق فنزلت على طول. هبتدي بقى ان انا برضو خلاص قلبتها، هقلبها على وشها بقى الاساسي اللي هو اللي فوق اصلا. بصوا بقى انتوا شكلها واحكموا انتوا، يعني يا جماعه والله العظيم انا تسلم ايديا بجد. طعمها كان خطير، طعمها كان تحفه جدا. اقسم بالله ما بغشكم، ما قعدتش عندنا يومين بالظبط او يوم وكانت خلصت، يعني من كتر حلاوتها ومن كتر جمالها. وعايزه اقول لكم كوبايه واحده بس من السكر كفايه يا جماعه، لان يعني مش عايزين بعد الشر يجي لحد السكر. هي كوبايه مظبوطه وتمام التمام. شايفين بقى انتوا عامله ازاي؟ الله عليا، تسلم ايديا. بجد تحفة، يعني جميلة طعم ولون، وكمان من جوه يعني مستوية حلوة جدا. كان نفسي اوي ادوقكم وانتوا تحكموا عليا وتقولوا رأيكم. وبكل صراحة بجد كانت جميلة جدا. شايفين القطعة عاملة ازاي؟ قلت بقى اما ادوق بقى، يعني بصوا تحفة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. اهم حاجة مننساش اللايك والشير لو عجبك الفيديو. باي باي.